بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. وقف بنا الحديث بالأمس عند الصفة الثالثة من الصفات التي لا ضد لها، وهي صفة سهلة اسمها صفة اللين. اللين، نحن نعلم، خليكم معي ركز، نحن نعلم بأن حروف العلة هي الألف والواو والياء، فإن كانت قبل الألف فتحة وقبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة فإن اسمها في علم التجويد حروف إيه؟ المد واللين. هي اسمها هكذا، حروف المد واللين. حروف ايه؟ سميت حروف المد لأن لها قابلية التطويل، وسميت حروف اللين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان. او اي، ما في كلفة. انتبهتوا؟ مو مثل اب، هذه فيها كلفة. عرفتوا ما هي الكلفة؟ يعني جهد، بذل جهد. هناك حرفان مثل حروف المد واللين، لكن الفرق بينهم بأن الحركة التي قبل الواو أو الياء فتحة وليست من جنسها، يعني قبل الواو فتحة وليس ضمة. لو كان ضمة مثل قولوا هذا اسمه حرف مد ولين. طيب إن كان مفتوحا مثل خوف هذا اسمه حرف لين. انتبهتوا كيف؟ الياء إن كان قبلها كسرة مثل نستعين هذا حرف إيه؟ مد ولين. إن كان قبله فتحة اسمه حرف لين مثل بيت بيت فقبل الياء مفتوح. انتبهتوا كيف؟ نعم. هذه صعبة. فاللين كما نرى هي صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. شو السبب؟ بسبب سهولة جريهما في المخرج. لإيلاف قريش من خوف. لاحظوا بارك الله فيكم، بعد انتهاء زمن الفتحة في بيت وفي خوف، بعد انتهاء زمن الفتحة الباقي هو مثل حرف المد. أليس هذا مثل تعملون؟ نفس الصوت. بيت أليس مثل نستعين؟ نفسه. الفرق أن حرف المد واللين قبله حركة من جنسه، قبل الواو ضمة قبل الياء كسرة، بينما حرف اللين قبلهما فتحة. لذلك قال إمامنا الجزري رحمه الله: واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. بس. انتبهتوا كيف؟ نعم. مثال: خوف، قوم، البيت، قريش. نعم. هذه صفة اللين. الصفة الرابعة من الصفات التي لا ضد لها هي صفة الانحراف. الانحراف يعني الصوت وهو خارج يجد شيئا يعني يعوق خروجه فينحرف الصوت. ينحرف يعني يميل. نرى على اللوحة. تعال أمر الدين، عود هون. الانحراف هو ميل صوت الحرف
ليه؟ لعدم كمال جريانه. شو السبب؟ بسبب اعتراض اللسان طريقه. يعني لما نأتي نقول قولوا الصوت خارج من هنا من الوترين الصوتيين، يمشي يمشي يمشي، فإذا وصل إلى هنا يجد بأن هذه المنطقة من اللسان مسدودة مقفولة مغلقة، فبعض الصوت ينحرف عن يمين اللسان وبعض الصوت ينحرف عن يسار اللسان، ثم يتابع الصوت طريقه إلى الخارج. كذلك الأمر بالنسبة للراء، لكن بالعكس. ما هو بالعكس؟ يعني بدل أن ينحرف يمين ويسار ينحرف إلى الداخل، كهذه الصورة. انظروا، هذا انحراف اللام. انظروا، هذا منظر أمامي، كان الصوت يخرج من الوترين، وصل إلى خلف اللسان، وجد الطريق هنا أمامه مسدودا مغلقا، فبعضه ينحرف عن يمين اللسان وبعضه عن يسار اللسان. الحمد لله ولا الضالين. انتبهتوا؟ هذا منظر أمامي، هذا منظر جانبي، يمين ويسار. شايفين؟ بدأ الصوت من هنا وانطلق هكذا، فلما وصل إلى هنا بعضه انحرف ذات اليمين وبعضه انحرف ذات الشمال. هذا منظر من أعلى، نفس الحرف من 3 أماكن. الصوت كان خارج من هنا من الوترين، مشى مشى مشى، وصل إلى هنا، وجد هذه المنطقة مغلقة، فانحرف بعض الصوت ذات اليمين وبعضه ذات الشمال. صعبة؟ مو صعبة. ننتقل إلى انحراف الراء. الراء كما ذكرت بالعكس، ينحرف الصوت إلى الداخل. انظروا، منظر أمامي لشكل اللسان أثناء النطق بالراء. هذه المنطقة وهذه المنطقة مغلقة، بقي الطريق من هنا وضيق ضيق. عرفتوا كيف؟ ذكرنا بأن هذا هو بسبب البينية، لذلك علماؤنا لم يستطيعوا أن يذكروا الراء مع الحروف الرخوة ولا مع الشديدة. هذا منظر جانبي، يبدأ الصوت من هنا فلما يصل إلى هنا ينحرف إلى الداخل. هذا منظر علوي، يبدأ الصوت من هنا ويمشي يمشي يمشي، فلما يصل إلى هنا يجد المنطقة الصفراء هذه وهذه مسدودة، فيتجمع الصوت ويمر من مكان ضيق من هنا. هذا إذن الراء انحرافها إلى اللام انحرافها إلى الخارج، والراء انحرافها لفين؟ إلى الداخل. قد تجدون في بعض الكتب يقولون اللام فيها انحراف كثير والراء فيها انحراف قليل. لماذا؟ لأن انحراف اللام من مكانين، الصوت يخرج من هنا ومن هنا، بينما الراء يخرج الصوت من فين؟ فقط من الفجوة التي في الوسط. قد تجدون في بعض الكتب يقولون اللام فيها انحراف كثير والراء فيها ايه؟ انحراف قليل. وضحت المسألة؟ نعم. نرى أما الراء فبالعكس، ينحرف الصوت بها من جانبي اللسان، من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. هذا جانب وهذا جانب، فينحرف إلى الداخل هنا إلى الوسط. في غموض، مقارنة. تعرفوا عادتي يحب المقارنة، وبضدها تتميز الأشياء. لما يرى الإنسان الصورتين يفهم أكثر. هذه صورة لانحراف اللام وكيف أنه الصوت يخرج من مكانين والوسط مسدود، وهذه صورة لانحراف الراء وكيف أن الصوت يتجمع ويخرج من فين؟ من الوسط
وهذه المنطقة وهذه المنطقة ملتصقة. تمام. نعم. الذين يكررون الراء يقولوا سببها يغلقون هذه المنطقة، هذه المنطقة يغلقونها، فإذا أغلقوها اللسان سيرتجف، ما في مجال. انتبهتوا كيف؟ وهو خطأ في التلاوة كم وكم نهى الأئمة عنه. شو قال السخاوي يا أيام يا شو اسمك حسين؟ والراء صن تكريره، والراء صن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن. هذا السخاوي تلميذ الشاطبي. والراء صن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن، يعني ما يقول الرحمن الرحيم. وقال الجزري وأخفي تكريرا إذا تشدد. إذن هنا تكلمنا عن انحراف اللام والراء، وبينا بأن هذه المنطقة لو انسدت فسيؤدي تلقائيا لتكرير الراء. التكرير هي الصفة الخامسة. التكرير صفة ذكرها سيبويه ومن بعد سيبويه، لكن لا يعنون بها أن تأتي براءات كثيرة، يعنون بها بأن اللسان يرتجف بسبب ضيق المخرج. لما نقول جربوا تجد اللسان يرتجف، لكن لا يفعل هكذا. انتبهتوا كيف؟ لذلك نرى على اللوحة التكرير هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة ضيق مخرجها، هذا السبب. وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. انتبهتم؟ هذا هو. انتبهنا؟ فلا نحن أنكرنا التكرير ولا نحن قلنا يعني كرر. التفشي هي الصفة السادسة. انظروا، نحن نعلم بأن الشين من وسط اللسان. قال إمامنا الجزري والوسط فجيم الشين يا. من أين ينشأ الصوت؟ من هنا، لا ينشأ من هنا، هو مهموس ليس مجهور. الذي ينشأ من الوترين هذا مجهور. انتبهتوا؟ طيب، لما ينشأ الصوت هنا سيمر إلى مقدمة الفم. لما يصل إلى مقدمة الفم سيجد أسنان عليا وأسنان سفلى وبينهما فراغ، فالهواء يخرج هكذا مندفعا. القسم العلوي منه سيصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا، والقسم السفلي منه سيصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان السفلى ويرتد ويملأ الفم. لذا حتى بالعامية نحن إذا قلنا تفشى يعني انتشر. انتشر، إذا وقع على ثوب كثوبي هذا أبيض نقطة زيت، نقطة زيت، زيت زيتون، بعد قليل تكبر، يقولون تفشى الزيت. تفشى يعني انتشر. فالصوت ينشأ من وسط اللسان نعم، لكنه يتفشى يعني ينتشر في الفم. بسبب ماذا؟ بسبب أن طريق خروجه 3 أقسام: أسنان عليا وأسنان سفلى وفتحة. جزء من الصوت يمر من هنا يخرج، ولكن في جزء من فوق ومن تحت يرتد ويملأ الفم. انتبهتوا؟ هذا هو التفشي. من الشاء، من الشيطان، شاكرا، شكورا. انتبهتوا؟ هل التفشي علامة قوة ولا علامة ضعف؟ علامة قوة، لأنه يقوي صوت الحرف.
نرى على اللوحة التفشي هو انتشار صوت الشين، إذا حرفه حرف واحد وهو مين؟ الشين. انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. شايفين؟ الصوت هنا ثلاث أقسام: قسم يصطدم بالعليا، قسم يخرج إلى الخارج، وقسم يصطدم بالسفلى. انتبهتوا كيف؟ وضح؟ في غموض؟ في صعوبة؟ هذه 6 صفات من الصفات التي لا ضد لها. الاستطالة، كان في عندي فيديو لاستطالة الضاد، روعة من الروعات، وتعبنا عليه كثيرا في فترة من الزمن، لكن الآن موجود على الجوال، لكن ما أستطيع أن أنقله إلى هنا، يعني بحاجة إلى وقت. على كل حال سأحاول أن أشرح بقدر ما أستطيع. وهذا أمر تحدثنا عنه في الماضي لما تكلمنا على مخارج الحروف. ركزوا قليلا. قلت في الماضي إن لو شبهنا يدي هذه باللسان، هذا اسمه جانب اللسان، أو يقال الحافة، حافة اللسان بتخفيف الفاء، حافة. وهذه حافة، الحافة اليمنى، وهذه الحافة اليسرى. الضاد عند ابتعادها ضا من هنا، تعال من هنا ابني، تعال من هنا، ضا ضا. لكن خليك معي، هذه المنطقة كلها مشاركة، كلها مشاركة. انتبهتوا؟ لما يقول المتكلم أض أض، كل هذه تغلق، كلها تغلق. فإذا أغلقت الصوت صار محصورا هنا خلف اللسان ويضغط. فإذا تحت تأثير الهواء الضاغط يندفع اللسان إلى الأمام مليمترات، مليمتر، عارفين المليمتر؟ مليمترات قليلة جدا، لكنه يندفع. اسمعوا الصوت، أنتم لا تتكلموا بس اسمعوا. ولا الضا ولا الضا فلما يقول المتكلم ويندفع اللسان قليلا إلى الأمام، الهواء المحصور خلف اللسان يربو ويزيد ويستطيل. من هنا جاءت كلمة الاستطالة. انتبهتوا؟ كمية الهواء تزيد، هذا المكان هذا. فكنت أريد أن أريكم فيديو يبين كيف أن اللسان يكون هنا ثم يندفع قليلا إلى الأمام، وهذه الفراغ هذا يزيد ويكبر. انتبهتوا؟ قال سيبويه رحمه الله: شبه النفخ، فيها شبه النفخ. أنت لما تأتي ببالون، شو البالون بلغتكم؟ شارك. شارك أو لا تشارك سواء عليكم. فإذا أتيت بشارك ونفخت فيه سيربو حجمه ويزيد وينتفخ. فقال سيبويه: شبه النفخ. انتبهتوا؟ يعني كأنك عم تنفخ شيء. انتبهتوا كيف؟ ولا الضا. فلما تقول وضغطك هنا في مشاركة، لكن ليس عليها الضغط. هذا منظر لأعلى الفك. المربعات الزرقاء والصفراء كلها مشاركة، كل المنطقة هذه مشاركة، لكن الضغط هنا وهنا على الزرقاء. أما الصفراء فليس عليها الضغط. عرفتوا ما هو الضغط؟ القوي. إذا ضغطت على المنطقة الصفراء هذه
سيخرج معك دال مفخمة. ولا الضالين، مهما قلت ولا الضالين ستبقى ايه؟ دال مفخمة. أما الضاد من هنا ضاد ضاد. قولوا ورائي بصوت واحد، ورائي ضاد ضاد ضو ضرب ضي ضيزة فاضرب ولا الضالين. لا 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 لا، ولا الضالين. تمام. نرى على اللوحة الاستطالة هي اندفاع اللسان عند نطق الضاد من مؤخرة الفم إلى مقدمته. إلى متى يندفع؟ حتى يلامس رأس اللسان، هذا يعني شايفين رأس اللسان؟ حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين. ما هي الأصول؟ المنابت، اللحم الذي نبتت فيه الأسنان عند اللثة. عند اللثة. جربوا بس إلى هنا. إذا بالغ المتكلم وأوصلها إلى هنا ستتحول إلى ضاء. ولا الضالين. وكثير من العرب وغير العرب في البدو يعني يقولون إيه؟ وتونس، تونس يفعلون هذا. وأي ضاء، الضاد عندهم ضاء. الأرض بيقول لك الأرض. كثير من البدو يفعلون هذا. انتبهتوا؟ فالضاد من حافة اللسان اليمنى واليسرى. تحب أن توزع الضغط يمين ويسار، افعل. تحب أن تضغط أكثر على اليمين، افعل. تحب أن تضغط على اليسار، افعل. انتبهتوا كيف؟ نعم. وضح ما هي الاستطالة؟ نعم. طب ما الفرق بين الاستطالة والرخاوة؟ الرخاوة جريان الصوت. الاستطالة يعني اندفاع اللسان إلى الأمام. ما في حرف وهو يخرج يتحرك المخرج، ما في إلا الضاد. كل الحروف إما هكذا أو هكذا كما قلنا بالتصادم والتبع. لكن الضاد فيها كذلك تصادم وتبع، لكن مع هذا التصادم اندفاع، انفردت به. عرفتم لماذا فقط الضاد فيها استطالة؟ الصفة الأخيرة، وهذه تكلمنا عنها سابقا ونذكر بها، الغنة أيها الإخوة. إن تكلمنا عنها من حيث وجودها في الميم والنون فهي جزء النون وجزء الميم، وذكرها الجزري مع المخارج فقال وغنة مخرجها الخيشوم. وإن تكلمنا عن الغنة كطول وقصر فهي صفة، وسيأتي الكلام عنها بأوسع لما نتكلم على أحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة والتنوين. نرى على اللوحة الغنة من حيث كونها صفة، هي صفة النون والميم، تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، يعني لا تخلو نون من غنة، لا تخلو ميم من غنة، إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما كما سيأتي في بحث أزمنة الغنن صفحة كذا. هذا حرف النون، شايفين؟ بعد أن يصطدم طرف اللسان هنا يتحول الصوت بالكامل لوين؟ إلى الخيشوم. وهنا أيضا بعد أن تنطبق الشفة العليا على الشفة السفلى يتحول كامل الصوت لوين؟ إلى الخيشوم. فيعني الغنة. هذه هي مخارج الحروف. هذه لوحة تجدونها عندكم في الكتاب، فيها صفات الحروف موزعة على حروف الهجاء. ما هي صفات الهمزة؟ كذا 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 كذا. ما هي صفات الباء؟ كذا 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 كذا. نعم. تستطيعون أن تستفيدوا من هذا الجدول الذي تجدونه عندكم في الكتاب.
أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء. هذا المبحث يعني أكاد أقول هو أهم مبحث في الكتاب، أكاد أقول. ليه؟ لأنه يبين لك أين يمكن أن تخطئ. فهل أنتم صحيانون ولا نعسانون؟ كلاهما. والله الصراحة حلوة. ماذا نفعل يا سيدي؟ هل نمشي مع الصحيانين ولا معنا؟ طيب، من كان نعسانا فلينم، ومن كان صحيانا فليتابعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء. سنأخذ حروف الهجاء بعضها اليوم، حتى لا نكثر عليكم. اليوم نأخذ بعضها، وغدا إن شاء الله إذا في بالعمر بقية نتابع بقية الحروف. ليس المهم يلا 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 يلا، لا، المهم أن نستوعب، أن ندرك. هكذا العلم. أخطاء تقع عند نطق الألف. كلنا علينا أن نتجنب هذه الأخطاء. ما هي الملاحظة الأولى؟ عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب عند النطق بها. انتبهتوا كيف بعض إخواننا ما بيفتح فمه أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لك شو عم يقرأ وهو نائم هذا ولا إيش هذا؟ الحرف الفم بده يكون هكذا أوتوماتيك، إلا رياضة امرئ بفكه. انتبهنا؟ فإذا لا بد من فتح الفم. لكن هل نفتح الفم فتحا مبالغا فيه؟ لا. كما ذكرت لكم قال إمامنا أبو عمرو الداني: فتح العرب فتح وسط. انتبهتوا؟ يا وليس يا، مالك ما وليس مالك، إياك وليس إياك. انتبهتوا كيف؟ لا هو عدم فتح بالمرة، ولا هو فتح مبالغ فيه. الخطأ الثاني خلط صوتها بشيء من صوت الياء. انتبهتوا كيف؟ اللي هو كالإمالة الصغرى. عرفتوا كيف؟ هذه بنلاقيها في مصر وفي تونس. انتبهتوا كيف؟ بيقول لك مثلا الأولاد، الأولاد، لا. هذا عين التقليل اللي هو يفعله ورش. كذلك في مصر: أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله مالك يوم الدين، ما هذا ألف مخلوطة بإيه؟ بشيء من الياء، ليس بياء. لو مخلوطة بياء كان بيقول مالكي. انتبهتوا؟ بسموها إمالة كبرى، ستأتي معنا. لكن هون يعني خلط. انتبهتوا كيف؟ الأمر الثاني خلط صوتها بشيء من صوت الواو. هذا يفعله بعض الإخوة الذي سمع بأن في الدنيا شيء اسمه تفخيم ولم يدرسه ولم يستوعبه، فيظن أنه إذا زم شفتيه إلى الأمام فإن الحرف يتفخم، فيقول مثلا خالدين فيها. خو ما بصير خا. تفخيم الخاء ضغط صوتها إلى قبة الحنك، لا زم الشفتين أو ضمهما إلى الأمام. كذلك مثلا إيه؟ فطول طو ما يصير. انتبهتوا كيف؟ رابعا تفخيمها في محل الترقيق. هذه أمثلتها. بيقول لك مثلا النهار، هار، ها. ماذا يجب أن يقول؟ ها. النار يقول النار، نا. انتبهتوا؟ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا. والباطل، مو الباء والباء. انتبهتوا؟ إذن هذا الرابع. الخامس عكسه، ترقيقها في محل مين؟ التفخيم. مثلا بيقول لك خالدين فيها، خا. ماذا يجب عليه أن يقول؟ خا.
وما من غائبة، ماذا يجب عليه أن يقول؟ غائبة. 6 خلط صوتها بصوت الغنة. قلت وأذكر دائما الغنة في لغة العرب لا تكون إلا في مين ومين؟ الميم والنون، ولا ثالث ولا ثالث. انتبهت كيف؟ فما يصح أن نقول الرحمن الناس فهذا المتكلم ماذا يفعل؟ يضغط على أنفه مع ضغطه على فمه. عليه أن يضغط على الفم ولا يضغط على الأنف. هذه هي أبرز الأخطاء عند نطق الألف. صعبة. الواو المادية من جملة الأخطاء فيها كما نرى على اللوحة عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب عند النطق بها. مثلا بيقول لك أعوذ بالله، أعوذ تعملون لون. لك وين الواو يا ولدي؟ لو أعو. لابد من إيه؟ كما قال الطيبي. شو قال الطيبي يا ابني؟ لا، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. شو إعراب ضمة؟ مفعول مطلق مؤكد للفعل. انتبهت كيف؟ نعم. الملاحظة الثانية المبالغة في الضغط على الشفتين. هذه بده يجيب الضم فيبالغ في هذا الضم. أعوذ تعملوا. لك أخي طول بالك، يعني تعملون بهدوء. ما في داعي لهذا الضغط الزائد. انتبهت كيف؟ الثالث خلط صوتها بشيء من صوت الألف. هذا موجود حتى في الجزيرة العربية، موجود. مثلا بيقول لك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عون، ايش هذا عون؟ او ما في باللغة العربية، او ما في او. الواو العربية صوتها او وليس او. تعرفون الاو بالانجليزي المدورة هذه؟ ما في بالعربية، غير موجودة. ما يصح ان نقول تعملون يوقنون، بل نقول ماذا؟ يوقنون تعملون او. ماذا يعادلها باللغة هنا؟ او. لا، الصحيحة موجود او. ايوه تمام. الملاحظة الرابعة خلط صوتها بشيء من صوت الياء. هذه مثلا نجدها عند الأتراك، غالبا عند الأتراك. بيقول لك يوقنون. يوقنون. ماذا يفعل هذا المتكلم؟ يضم شفتيه نعم، لكنه يرفع وسط لسانه فيخرج حرف مخلوط، واو ممزوجة بياء. انتبهتوا؟ عليه أن يصفي الواو ويقول يوقنون. واضح؟ 5 خلط صوتها بشيء من صوت الغنة. مثلا بيقول لك الظالمون. هو الميم التي قبل الواو فيها غنة، هذه الميم فيها غنة، فبعد أن ينطقها عليه أن يقطع عمل الخيشوم. مون، فيتدرب على أن ينطق بعد الميم واو صافية ليس فيها غنة. هذه الملاحظات على الواو. صعبة؟ طيب، الحرف الثالث من حروف المد وهو الياء. أخطاء تقع عند نطق الياء المادية: خلط صوتها بشيء من صوت الألف، وذلك بسبب عدم رفع وسط اللسان بالمقدار المطلوب عند النطق بها. مثلا بيقول لك نستعين ولا الضالين. المصلين بيقولوا له آمين. والله مو مزح، هكذا يفعلون، يعني يعطونه على نفس النغم. يعني هو بيقول لهم ولا الضالين، يقولون له ايه؟ آمين. الله يتقبل. ثانيا المبالغة في الضغط على وسط اللسان عند النطق بها
هذه تحدث مع الذين يتعلمون التجويد حديثا، تجده يعني يجلس وأعصابه مشدودة. المستقيم إذا كاد يعني يا أخي على مهلك يا أخي. المستقيم، تقيم، إي سهلة. المستقيم، وما في داعي لإيه؟ لهذا الضغط الزائد والعنف في نطق الحروف. ثالثا خلط صوتها بشيء من صوت الغنة كما ذكرنا عن الواو. العالمين، مي، فتجد المتكلم يضغط على أنفه مع الياء، يجب أن ينطق ياء صافية فيقول العالمين. كيف أعرف أن واوي ويائي وألفي صافية ولا غير صافية؟ سد الأنف، شغلة بسيطة جدا. الرحمن، الرحمن، اختل الصوت، انتبهتوا؟ تعملون. إذا صار الصوت مثل صوت سيارة الأمبولانس، هذا الإسعاف، معناها في غنة. انتبهت؟ نستعين، هذا إيه؟ صافي. هذه هي 3 حروف المد. وغدا إن شاء الله نتكلم على أحرف الحلق كما نرى على اللوحة. أبرز الأخطاء عند نطق الهمزة: 1 تفخيمها. العرب أيها الإخوة لا يفخمون الهمزة أبدا، يعني لا يقولون بل يقولون يجعلون صا همزة مرققة بعدها إيه؟ صاد مفخمة، أصا. ولا يقولون يجعلون أصا. انتبهتم؟ الخطأ الثاني ممكن تسهيلها في غير محل التسهيل، وهذا أيضا موجود. بيقول مثلا بعضهم يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، انتبهتوا؟ أين الهمزة؟ يا أيها، عليه أن يقول يا أيها بدون تكلف. كل كلامي دائما مقرون بكلمة مضمرة بدون تكلف. يا أيها، ولا نقول يا أيها. نعم. 3 ضعف صوتها عند الوقف. هذا أيضا قلت لكم سابقا إن الهمزة الساكنة تخرج بإيه؟ بإقفال الوترين الصوتيين. إذا لم ينقفلا بقوة لن تخرج همزة. من السماء، أين الهمزة؟ من السماء، عليه أن يقول ماذا؟ من السماء، بس يقفل الوترين الصوتي، بس من السماء. واضح يا أخوانا؟ الهاء، من الملاحظات على نطق الهاء تفخيمها، وخاصة إذا جاورها حرف مفخم كلفظ الجلالة. الله، إلى هنا مفخم، الله. عند الهاء على المتكلم أن يعيد شكل فمه إلى الوضع الطبيعي، من الله. أما إذا قال من الله وترك فمه منفوخا هكذا، كيف ستخرج الهاء؟ مفخمة، ما يصح. انتبهتم يا أخوانا؟ ثانيا ضعفها بسبب المبالغة في تباعد الوترين الصوتية. لما شرحت لكم المخارج قلت بأن عند الهاء الوتران قريبان، ليس مثل حرف في بالإنجليزية أو رقم 7 بالعربي. إذا فعلت هكذا لن يخرجها، سيخرج نفس. اهدنا الصراط، هذه ليست هاء، هذا نفس. لماذا؟ لأن المتكلم بالغ في إبعاد الوترين. انتبهتم؟ ها
هو هي اهدنا اهدنا. ثلاثة عدم بيانها إن جاورت مثلها نحو جباههم هو، فلما تأتي هاءان وراء بعض على المتكلم أن يراعي ذلك فيبين الهاءين جباههم وسبحه ليلا. انتبهت كيف؟ هذا عند الحاء، ما هيك أيضا إن جاورت مثلها أو حاء. وسبح، قولوا مثلي جباههم 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 وسبحه ليلا وسبحه ليلا. بعض إخواننا يقولون سبحه وسبحه ليلا. سبحه هذه إيش؟ حاء مشددة. لذلك نهى الإمام الجزري عن ذلك فقال وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. انتبهت كيف؟ إذن عدم بيانها هذا من الأخطاء. رابعا ضعفها عند الوقف، وهذا يحصل كثيرا. انتبهت كيف؟ ولو شاء ربك ما فعلوا، بلك ولو شاء ربك ما فعلوه. آخر شيء أنا سمعته الواو فعلوه. أين الهاء؟ عليه أن يقول فعلوه فعلوه. قولوا ورائي بصوت واحد فعلوا، لا بعد ورائي فعلوه فعلوه بدون تكلف، دائما بدون تكلف. العين من الأخطاء التي يقع فيها بعض المتكلمين عدم إرجاع لسان المزمار إلى الوراء كما ذكرت لكم، لأنه عند نطقها يتضيق الحلق فيقول المتكلم خطأ إياك نعبد خاصة النساء إياك نعبد. يا أخي مو نعبد وإنما إيه نعبد. قولوا لشوف وراي عي نعبد نستعين أعوذ هكذا. إذن نطقها بشكل عائم أشبه بالألف المفخمة نعبد يقولون. اثنين بتر صوتها عند نطقها ساكنة. بيقول لك مثلا إياك نعبد وإياك نعبد. طب ليش نعبد؟ ليش هذا الفراغ؟ ما في فراغ يا أخي. إياك نعبد الحروف موصولة ببعض. انتبهتوا؟ ثلاثة تفخيمها، وهذا يحدث إذا جاورت مفخما. ولا مثلا إيش عصوا وقالوا، ما هي عصوا عصا العين مرققة والصاد إيه. أما إذا قلنا عصوا نكون قد فخمنا العين ولا يصح. أربعة نطقها شبه الهمزة، هذا أيضا لا يصح، وسبب ذلك قرب المخرج. الهمزة من أقصى الحلق والعين من وسط الحلق. انتبهتوا؟ ويوجد من العرب من يفعل ذلك. أنا سمعت بأذني بعض الإخوة من اليمن بيقول سبعة. شو يعني سبعة؟ قال لي أنا إندي. شو قصده بإندي؟ عندي. انتبهتوا كيف؟ فموجود هذا، لكن عامي، صوت عامي في القرآن لا يستعمل. انتبهتوا كيف؟ ويغير المعنى والعياذ بالله. عرفتوا كيف؟ يعني انظروا إلى هذه الآية المكتوبة، لو قرأناها بالهمزة لأدت إلى معنى من أفسد ما يكون. الحاء أبرز الأخطاء عند نطق الحاء
إبدالها خاء أو هاء عند غير العرب، نحو الحمد. انتبهتوا؟ ممكن بعض الشعوب غير المتدربين يقول الحمد لله أو الحمد لله. نعم. ضعف همسها بيقول لك الرحمن الرحيم، الرحمن، يجب أن يقول الرحمن، رح، قولوا بعدي الرحمن، الريح. تمام. 3 عدم بيانها، وخاصة إن جاورت عينا، فاصفح عنهم، لأن الحاء من وسط الحلق والعين من وسط الحلق. انتبهتوا كيف؟ فاصفح عنهم، تمام. الغين، ما هي الأخطاء التي تقع في حرف الغين؟ خلط صوتها بالقاف، هذا في بعض المناطق يفعلونه، مثل قطر مثلا. قطر مع أنه عرب شو بيقولوا؟ غير المغضوب عليهم. مو كلهم، أغلب من لم يدرس أو باللسان العامي، غير المغضوب عليه، يعني غيري تخرج كأنها إيه؟ فيها قاف، غير المغضوب. وبالسودان بالعكس، بالسودان بلد اللي اسمه السودان القاف ينطقونها إيه؟ غين. بيقول لك حرف الغاف، حرف إيه؟ الغاف. إيه؟ سورة البقرة شو يعني؟ البقرة. إيه؟ هذا موجود. ثانيا إدغامها بالقاف، بيقول لك لا تزغ قلوبنا. لذلك الجزري نبه وقال سبحه فاصفح، شو قال؟ في يوم ما قالوا وهم، وقل نعم سبحه لا تزغ قلوبا. يعني لا تقل لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، وإنما بين الغين، لأن الغين من أدنى الحلق، والقاف من الحنك اللحمي والعظمي. انتبه؟ قريب جدا. أق لا تزغ قو. انتبهتوا؟ قولوا ورائي لا تزغ قلوبنا، أحسنتم. إبدالها خاء، بيقول لك بس بدل يغشى شو بيقول؟ يخشى. يخشى. قلقلتها، هذا موجود وبكثرة، بيقول لك غير المغضوب عليهم. مغ ما يصح. انتبهتوا؟ غير المغضوب انتبهتوا؟ 4 أو 5 المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة، بيقول لك من غل ما بصير يا أخي، هذه مكسورة. الكسر يشد الحرف إلى أسفل، والاستعلاء يشده إلى أعلى، متعاكسان فيضعف. انتبهتوا كيف؟ غل. الخاء من الملاحظات أبرز الأخطاء عند نطق الخاء عدم تفخيمها. يقول لك خالدين فيها، خاء، ويجب أن يقول ماذا؟ خاء. المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة، يعني يقول إيش مثلا؟ وخيفة، لا، وخي. نعم. هذه هي حروف الحلق. القاف، قولوا لشوف: أق قا قو قي. هذه القاف صعبة. طيب، الأخطاء: واحد، نطقها قريبة من الكاف. انتبهتوا؟ أو أحيانا كاف خالصة. يعني مثلا بعض أخواننا بمصر بيقول لك، قلت له حضرتك منين؟ في مصر يعني، بيقول لك من القاهرة. من القاهرة، القاهرة يعني كا، لا هي قاف ولا هي ايه؟ كاف. انتبهتوا؟ من القاهرة. بالبعض كثير من مناطق فلسطين بيقلبوها كاف. كاف. كلتله يعني قلت له. حضرتك منين؟ بيقول لك من كلكيليا. شو كلكيليا يعني؟ يعني قلقيليا.
انتبهتوا؟ قلقيلية، بلد اسمها قلقيلية، بس ينطقونها بإيه؟ بالكاف ويستسهلون ذلك. وكما ذكرت لكم إذا بده يقول له لواحد يا قلبي شو بيقول له؟ ثانيا المبالغة في إضعاف تفخيمها حالة كسرها حتى تتحول إلى كاف. هذا يفعله بعض الذين بيسموهم الصييتين، هدول اللي بيقرأوا بالحفلات والمآتم، بيقول لك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بالحق، هذا الحق باللغة العرب، هذا فلان عم يحك هيك، هذا الحق. أما الحق هذا ضد الباطل، الحق والباطل، انتبهتوا؟ فما بيصح هذا الفعل البتة، ولا يقلد فاعله. ثلاثة قلبها جا، انتبهتوا؟ هذا موجود في حضرموت وغيرها، بيقولوا مثلا قالوا يقولون في ليلة القدر وما أدرك، هذا لا يصح ولا تجوز التلاوة بذلك، لا تجوز، لا تجوز. لا أقول يعني درجة ثانية أو وجه لا تجوز، ولم ينقلها أحد، واللي عنده سند يطالعه ولن يجدوا. وإنما هكذا عند مع الأسف الشديد أقولها وأنا متألم، لأنني أحب بعض من هؤلاء، ولكن بهذه المسألة بالذات لا أدري. القرآن أمانة، لا أستطيع أن أحكم عواطفي في هذا الموضوع. هذا دين. ما ضرك يا أخي يا من يقول قال يقول، ما ضرك لو قلت قال يقول ووافقت الأمة كلها ووافقت نقلة القرآن جميعا، ما ضرك؟ قال نحن آبائنا وأجدادنا. طيب نفس حجة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية شو كانوا يقولوا؟ آبائنا وأجدادنا. يا أخي آبائكم وأجدادكم في هذه المسألة ما كانوا متقنين، أولياء صالحين على عين والرأس، لكن بهذه المسألة لا يقلدون. العصمة لمن؟ للأنبياء، وما عاد في أنبياء بعد رسول الله، ما بقي أنبياء. انتبهتوا كيف؟ فلا يغركم أسماء وألقاب بيقولوا قال يقولوا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا لا يقلد فاعله. 4 خلط صوتها بالغين، كما ذكرنا عن بعض أهل السودان شو بيقولوا؟ مثلا إن أنزلناه في ليلة الغدر. تعرفوا ما هو الغدر؟ ما يصح. هل عرفتم لماذا لم ينزل بها جبريل؟ لأنها تفسد المعنى. الذي نقل إلينا كقراءة قرآنية شيء لا يغير المعنى. بئس بيس، عليهم عليهم عليهم، تغير المعنى؟ ما تغير. موسى موسى موسى، تغير المعنى؟ ما تغير. أأنذرتهم أأنذرتهم أأنذرتهم، تغير المعنى؟ ما تغير المعنى. فالذي نقل إلينا من القراءات لا يؤثر على المعنى البتة، وأي تغيير للحرف يؤدي إلى تغيير المعنى المنوط بهذه الكلمة ممنوع. 5 همسها، هذا يفعله كثير من الناس وبعض القراء، بعض القراء والمشهورين منهم، بلا فقالوا فقا قالوا، ما هذا لا يقلد ولو كان اسمه بهذا الحجم. انتبهتوا كيف؟ نقول قا مجهورة، ليست من حروف سكت فحثه شخص. قا قولوا مثلي قا قا لا همسوها قا، هذا ما يصح. قا هذا يصح، وبضدها تتميز الأشياء. تمام؟ الكاف من الأخطاء عند نطقها المبالغة في همسها وهي متحركة. الكاف قلنا بأن فيها همس، انتبهتوا؟ لكنه أوضح ما يكون في حال السكون. في المتحرك فيه همس لكنه ضعيف. انتبهتوا كيف؟ كانوا، اسمعوا
كانوا كونوا كونوا. أعطونا كاف مكسورة. أكنة في همس لكنه خفيف. ففي بعض الشعوب يبالغون في إيه؟ في همس الكاف. أنا أذكر منهم بعض الأكراد في شمال سوريا وفي مناطق أخرى بيقولوا كانوا هيك بيحكوا فتجد كمية من الهواء تتدفق مع الكاف، يعني ما تطابق المنقول أبدا. المبالغة في همسها وهي متحركة. وفي عكسه. ما هو عكسه؟ ترك همسها وخاصة عند سكونها. هذا موجود عند بنغلاديش، باكستان، الهند، سريلانكا، يعني شبه الجزيرة الهندية أيضا مع الأسف لا يتقنون هذا. وليس في زماننا، من زمن ابن الجزري سماها الإمام ابن الجزري الكاف الصماء. الصماء يعني ما له صوت. أك ما بتعرفوا شو عم يعمل. أك إنك لك شو أك شو عم تعطس يرحمكم الله. شو بدي يقول له لهذا اللي عم يقول أك؟ أك ذكرك. انتبهتوا كيف؟ ثلاثة نطقها شبيهة بالقاف. وترى كوكا ولا نقول قوكا. وترى قوقا وترى كوكا. وإذا السماء كشطت وليس قشطت بسبب وجود الطاء. قشطت لا كشطت. نعم. هذا الكاف. اللي بعدها مين؟ الجيم. الجيم أيها الإخوة تكلمنا عنها سابقا وقلنا بأنها من حيث المخرج، خليك معي، الجيم من حيث المخرج من وسط اللسان. أهم صفاتها الشدة. ما معنى الشدة؟ انحباس الصوت. صعبة. من الأخطاء في الجيم تغيير مكان نطقها. بدل ما ينطقها من هنا بينطقها من طرف اللسان. بيقول لك من الشيطان الرجيم تكاد تسمع ماذا؟ دال. يجعلون هذه شو؟ شبيهة بالدال. أو لا يأتي بصفة الشدة فيقول الرجيم هذا الصوت ايه؟ رخو. والصواب ماذا؟ شديد. الرجيم بيكون المخرج مقفول ثم ينفتح. وذكرت منذ أيام يسمونه في علم الأصوات انفجاري. انفجاري. انتبهتوا؟ الرجيم. طيب قلنا اثنين خلط صوتها بالدال. انتبهتوا؟ هذا تكلمنا عنه الآن. بيقول لك يجعلون أصابعهم. ما بيصير. خلط صوتها بالشين. من المشاهدين. من شو الآية؟ المشاهدين. المشاهدين من المشاهدة. المجاهدين من المجاهدة. أربعة قلبها ياء. هذا موجود في عدد من مناطق الجزيرة العربية. يقلبون الجيم ايه؟ ياء. فبدل من أن يقولوا مثلا الجد بيقولوا اليد. بدل من أن يقولوا مجنون بيقولوا مينون. بدل من أن يقولوا علم التجويد بيقولوا علم التيويد. علم التيويد. حرف الييم. مرة سألني واحد من فين يخرج حرف الييم؟ قلت له يا أخي ما في حرف اسمه حرف الييم. أنت شو بتقصد؟ قال الييم. ما في يا أخي. أنا طبعا عم بمزح معه. أنا فهمان سؤاله لكن أنا عم نبهه. أربعة قلنا قلبها ياء. خمسة نطقها مثل جا. نفس الصوت الذي بعض الناس ينطقونه مقابل القاف. الصوت جا. تصوروا في اليمن بتكون في هذه المنطقة يقولون بدل القاف قاف. تمشي 200 كيلومتر 200 كيلومتر تجد قوما عرب يقولون هذا الصوت نفسه مكان الجيم.
مثل أهل القاهرة تماما. بيقول لك التجويد، الجمهورية، الجمهورية اليمنية، الجو. كان عندي طالب من 40 سنة يقول لي مكنت الجزء بدل إيش؟ الجزء. أي نعم، يمني الله يرحمه توفى، هي ترحمنا عليه. فإذا لا، كل هذه التغييرات ليست فصيحة، ولا يقرأ بها القرآن ولا نزل بها جبريل. الشين من الأخطاء ضعف صوتها بسبب ضعف الاعتماد على مخرجها. مثلا بدي أقول اشتروا الضلالة. قلت منذ قليل لما تحدثنا عن التفشي، قل بأن التفشي يجعل الشين ايه؟ قوية. أولئك الذين اشتروا انتبهتوا؟ وليس أولئك الذين اشتروا الضلالة اشتروا من الشيطان الرجيم. هكذا انتبهتوا؟ يجب أن يوضحها. ثانيا، إبقاء صوتها محصورا ضمن الفم بسبب عدم المباعدة قليلا بين الفكين، فلا يتمكن الصوت من الخروج. انتبهتوا كيف؟ لابد أن يترك، كما ذكرت منذ قليل، يترك مكان بين الأسنان يمر منه الصوت. أما إذا ألصق أسنانه من أين يمر الصوت؟ انتبهتوا كيف؟ نعم. ثالثا، تقديم مخرجها قليلا عن وسط اللسان فيخرج صوت مشوب بالسين من الشيطان بلك من الشيطان، يعني صوت شين وسين مع بعض ما بيصح. 5، تفخيمها إن جاورت حرفا مفخما. طا الطاء مفخمة، فبسبب المجاورة بيقول لك شو الآية الكريمة؟ شططا لقد قلنا إذا شططا، ولا نقول شططا شا ما في في شططا. انتبهتوا كيف؟ هذه بالنسبة لمين؟ للشين. الياء غير المادية، يعني مثلا المشددة، المبالغة في الضغط على وسط اللسان عند النطق بها، وخاصة إن شددت، نحو أينما، إياك. بعض إخواننا بيقولوا إياك، تجد إيش؟ مبالغة في الضغط. يا أخي لا تبالغ في الضغط واترك مجال للصوت يمر. إيا. ثانيا، خلط صوتها بشيء من صوت الغنة، هذا أيضا بسبب المبالغة في الضغط. بلك إياك. الغنة في لغة العرب لا تكون إلا مع مين؟ مع حرفين لا ثالث لهما. ما هما؟ الميم والنون. احفظوا هذه القاعدة. نقف هنا، وغدا نتكلم عند أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق الضاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.